بايتاس يؤكد انفتاح الحكومة على الحوار مع النقابات للخروج بحلول لفائدة الأساتذة. أكد مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة تريد الجلوس بشكل سريع وعاجل مع النقابات لمناقشة التخوفات وتدارسها، ومن ثمة الاتفاق على الحلول التي يمكن أن تطبق لفائدة الشغيلة التعليمية. وأضاف أن الحكومة لا تعتبر الأساتذة مجرد عاملين، بل شركاء في عملية إصلاح المنظومة التربوية، ونواياها صادقة تجاههم، مشيرا لدى استضافته في برنامج ضيف الأسبوع على قناة ميديان تيفي يوم الأحد إلى أن الحكومة رئيسا ووزراء أعربت غير ما مرة عن رغبتها في إيجاد حلول سريعة لهذا الملف. وتحدث بيتاس عن تحفظات الرجال والنساء التعليم على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مستدركا بأن رئيس الحكومة تفاعل معها، وجاء ذلك في بلاغ رسمي صادر عن اجتماع رسمي مع النقابات، وتكرر مرة أخرى في اجتماع هيئة الأغلبية، حيث أكد أن الحكومة مستعدة لتجويد هذا النظام.